يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده يا ست الكل جالك بحاجه جديده. النهارده هنعمل خبز السندوتشات علشان المدارس، كل سنه وحضراتكم طيبين على الابواب. وفي بعض الاولاد مش بيحبوا الفينو خالص. النهارده عملت خبز بالبطاطس، سهل جدا وبسيط وطري وهش، وكل حاجه موجوده حلوه وحلوه فيه. وحطينا فيه بعض الاضافات كده علشان ندعم نزود الفوائد بتاعته علشان اولادنا. بس في بدايه الفيديو كده هوريكي بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها على القناه، وهسيب لك اللينكات كلها في صندوق الوصف. اللي مش عارف صندوق الوصف فين يا جماعه، هتضغطي على العنوان مره هيظهر لك كلمه المزيد، هو ده صندوق الوصف. بس انتوا كلكم عارفين قبل ما نبدا الفيديو لازم نعمل ايه؟ لازم نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب. لايك وشير وسبسكرايب للوصفة المميزة. اتمنى تحط لايك للفيديو، واللي مشتركش يشترك في القناة ويتفعلوا زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. واتمنى ان تشير الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعمل فايدة للجميع. وكلمتين يا ست الكل بقولهم في بداية كل فيديو. الوصفة علشان تضمني ان هي تنجح معاكي بفضل الله، يبقى لازم تشوفي الفيديو من البداية للنهاية، علشان طبعا احنا بنقول تكات وتفاصيل جوه الفيديو مش هنقدر يا ست الكل نكتبها كلها في صندوق الوصف. ويلا بينا. مبدئيا كده اعذروني انا عندي برد تعبانة شوية. واحدة واحدة كده ان شاء الله هنعمل فيديو وكله هيستفاد. مبدئيا كده انا دلوقتي معايا بطاطساية حجمها ربع كيلو، قشرتها وغسلتها كويس قوي. هبدأ اقطعها قطع واسلقها على النار. عفوا، لازم اسلقها كويس قوي يا جماعة، يعني اسويها كويس. وبعد كده معايا معلقه كبيره من الزبده او معلقه من السمنه، لو ما عندكيش زبده حطي سمنه. طبعا هي البطاطس سخنه جدا، انا صفيت الميه منها ولسه سخنه، فانا جايبه معلقه الزبده من التلاجة، فيعني حطيتها في سخونه البطاطس فهتسيح دلوقتي. وابدا اهرس البطاطس كويس قوي، اهم حاجه تنعميها كويس قوي. معانا نص معلقه صغيره من الملح وابدا اضيفها على البطاطس، ومعايا معلقه كبيره من السكر، وابدا اقلبهم زي ما انت شايفه كده. المهم تهرسيها خالص، تنعميها جدا. طبعا يا جماعه احنا بنحط البطاطس ليه؟ حد يقول لي انت بتحطي البطاطس ليه في العيش؟ علشان يا جماعه اعلي القيمه الغذائيه بتاع العيش، علشان طبعا الاطفال يعني بياخدوا اكبر حاجه فيها غذاء. شايفين انا نعمتها خالص خالص زي ما انت شايفه كده. في الوقت ده انا معايا نص كوبايه من اللبن الرايب. انا ما عنديش لبن رايب، اعمل ايه؟ يبقى يا ست الكل هتحطي نص كوبايه من اللبن العادي الحليب العادي. عندك زبادي ينفع، ممكن تعمليها بميه ممكن، بس احنا قلنا احنا عايزين نزود القيمه الغذائيه بتاع العيش ده. فطبعا اللبن الرايب علشان تكون متفقين بيطري العيش بزياده. ممكن تعملي بميه وتحطي معلقه كبيره من اللبن البودر، مفيش اي مشكله خالص، علشان تعلي برضو القيمه الغذائيه. ممكن يا جماعه احنا هنضيف لبن رايب تاني، لان الكميه دي انا ضفت بس ايه مبدئيا كده. لو عايز هضيف تاني. ومعايا معلقه صغيره من عصير الليمون، ومعايا معلقه صغيره من الخميره. بس في تكايه ست الكل حابه اقول لك خلي بالك منها. اوعي تضيفي الخميره ويكون البطاطس مثلا سخنه، وتقومي ضايفه الخميره على البطاطس وهي سخنه. تلاحظي ان انا حطيت الزبده وحطيت اللبن وحطيت كل حاجه في الاول علشان ابرد البطاطس. لكن لو انت نزلتي بالخميره على حاجه سخنه هتموت لك الخميره خالص يا ست الكل. متفقين؟ متفقين. ونروح للعجان بتاعنا. لو ما عندكيش عجان يا ست الكل يبقى هتعجني على ايدك، مفيش اي مشكله خالص. وبعد كده هنزل بالكلام ده كله في العجان، ومعايا نص كيلو من الدقيق، وهنبدأ نعجنهم 5 دقايق. مع الملاحظة يا جماعة أنا حطيت كوباية، نص كوباية في الأول باللبن الرايب، حطيت كمان نص كوباية، لأن نص كوباية دي يعني حطها مبدئي كده لحد ما أشوف هتاخد قد إيه. لكن لو هتحطي لبن عادي أو مية ممكن تقل عن كوباية، لأن طبعا اللبن أو المية ملوش كثافة زي اللبن الرايب أو الزبادي. فإيه تدريجي كده. وبعد ما عجنتها 5 دقايق هبدأ أسيبها 5 دقايق ترتاح. وبعد كده احط معلقه كبيره من الزيت واعجنها كمان لفه كده، واسيبها تتخمر حوالي نص ساعه. انا بقى بقول لك يا ست الكل، لو وصلتي المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش هكون سعيده جدا باشتراكك، وهكون اسعد لو بعتي لي اي كومنت، يعني اي كومنت يخطر على بالك، اي سؤال، وجه مبتسم، اي حاجه هتبقى كده من ايدك زي العسل وزي السكر. وانا حابه اشكركم يعني شويه كتير كتير على الكومنتات والدعوات الحلوه اللي فعلا فعلا ما تجيش الا من اجمل اخوات في الدنيا، وهي دي اللي بتشجعني للشغل فعلا.
ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي أجمل وأغلى متابعين في الدنيا. ونرجع الفيديو بتاعنا. شايفين يا جماعة كتر العجن بيبيض العجينة ازاي؟ شايفين لونها فتح ازاي؟ كل ما تعجني في العجين لونه يفتح معاكي ويبقى هش وطري معاكي. شايفين؟ بعد كده هسيبها تتخمر حوالي نص ساعة. بعد ما اتخمرت ده كان شكلها، ببدأ أطلع الهواء منها. تتعاملي معاه اكنها عجينه عاديه خالص، ما تقوليش البطاطس والكلام ده. بتبقى يا جماعه عجينه عاديه خالص. بتبقى طريه كده، مش يعني ايه، مش يابسه ولا حاجه. اخدت مني كوبايه من اللبن الرايب. لو انت هتحطي لبن ممكن تاخد نص او كوبايه الا ربع، خلي بالك، او ميه هتاخد كوبايه. يعني كوبايه الا ربع او نص برضو. لان طبعا قلت لك زي ما بعيد الحته دي تاني يا جماعه. لان اللبن الرايب له كثافه فبياخد اكتر ما يكون لبن عادي او ميه. وببدأ ايه اقطعه زي ما انت شايفه كده. انا جنبي صينيه رشها رشه من الدقيق، وببدأ اقطع عليها زي ما انت شايفه يا ست الكل كده. وما تكبرهوش، يعني حاولي تصغري علشان طبعا تعرفي تشيليه وتحطيه معاكي. وبعد كده زي ما انتم شايفين كده هسيبه بس يرتاح 5 دقايق. ورشه من الدقيق ونبدا نبطط العجين. بترش رشه من فوق علشان طبعا النشابه ما تلزقش في الرغيف. رشه بسيطه بحيث ان هو ايه وشه ما يبقاش وحش معاكي. يعني ما تقعديش ترشي كتير، رشه بسيطه بحيث ان بس النشابه ما تلزقش في الرغيف وانت بتبططيه. اهم حاجه يا ست الكل، خلي سمك الرغيف واحد، ما يبقاش حته عاليه وحته ايه هبطانه. في الوقت ده انا جنبي فوطه فرشاها ورشه عليها رشه تنسيم الدقيق بسيطه خالص. وببدا احط العيش المبطط ده عليها. طيب لو ما عندكيش يا ست الكل فرن، هتعمليه على عين البوتاجاز مفيش اي مشكله خالص، يعني تعمليه سوا كامل على عين البوتاجاز. انا عملته على عين البوتاجاز وتحت الشوايه. وهقول لك هتعملي ازاي يا ست الكل دلوقتي لو ما عندكيش فرن خالص. يعني النهارده هتعمليه يا ست الكل، مفيش اي كلام بعد كده. سهل وبسيط ومغذي. وفعلا فعلا وصفه هتدلي عليها. احنا كلنا عارفين ولادنا بنحاول نجيب لهم. هو يا جماعة مش يعني عيش هو مزيج من العيش والفينو مع بعض. شايفين؟ خلصت ورصيته كله على الفوطة ورشة من الدقيق، وهغطيه بس ايه 5 دقايق. وهبدأ بأول واحدة اللي أنا عاملاها أول واحدة، وهبدأ أخبزها أول واحدة. واغطيه طبعا علشان ما يعمليش قشرة على الوش. طيب انت هتشيليه ازاي؟ هترفعي بايدك كده وتحطي ايدك وتكفيه عليه. احنا دي فايدة القماشة اللي احنا حاطينها. في الوقت ده انا قايده عينين 2 بوتاجاز وحاطه صينيه كبيره عليها واسيبها تسخن. ما تنزليش بالعيش قبل ما الصينيه تكون سخنت معاكي. في الوقت ده انا مشغله الشوايه ورافعه الشبكه لفوق. اول ما تحسي تسيبيه حوالي نص دقيقه تحسي ان العيش بدا يبقبق كده على عين البوتاجاز، تبداي تشيلي الصينيه وتحطيها تحت الشوايه وتقفلي الفرن بسرعه. لازم تقفلي الفرن علشان العيش ينتفخ معاكي عشان تكوني عارفه يا ست الكل. طيب انا قلت انت ما عندكيش فرن، تعملي ايه؟ هتسيبيه لما يجل كده تحسي انه جل، يعني جل من تحت كده. وهيقب تروحي قلباه وسايباه برضو على عين البوتاجاز لو انت ما عندكيش شوايه وما عندكيش فرن. شايفين؟ بقربه من الشوايه علشان بس ياخد لون. وبضيره كده. بتقفلي بس في الاول لحد ما يقب معاكي ينتفخ معاكي. اول ما ينتفخ معاكي بعد كده بقى ايه تفتحي وتبداي تضيري كده. وهي دي كانت الكميه. شايفين؟ شايفين العيش عامل ازاي؟ انا قلت لكم ان هو مزيج بين الفينو وبين العيش. حاجه سهله وبسيطه. ويعني هتعجب ولادك جدا، وهتفرزيه في الفريزر عادي مفيش مشكله، هتحطيه في كيس محكم الغلق وتحطيه في الفريزر. تقدري كله منفوخ يا جماعه، مفيش حاجه مش منفوخه ابدا. تقدري تعملي